أصدقائي، عمتم انتخابات وطابت أوقاتكم سعادة وهناء. ما موقع المواطن من مواسم الانتخابات؟ أو كيف ينبغي أن يرى المغاربة حقيقة الانتخابات ذاتها؟ علينا أن يعلموا ما لا يعلمونه مع كامل الأسف، وهو أنهم سيصوتون على من يحكم البلاد، متصرفا في القوانين ومتحكما في المال العام وماسكا بمناصب الشغل وماسكا بطوابير البطالة التي تطول ولا يعرف آخرها، واقفا على مستقبل أطفال المدارس وقريبا من محرقة المرضى والمتقاضين الطالبين للعدالة والعلاج. ولا ينبغي أن ينحصر علمهم على أنهم سيصوتون على شخص اسمه فلان من حزب علان، لأنه وعدهم بنعيم الدنيا والجنة كاذبا ومارقا. وإذا لم يصوتوا على من يحكم فيعلمون أنهم يصوتون على من يراقبه، أي الذي يقول لباه ولا خوه ولا الوزير، أو واحد منهم كان وزير، إذا فرط في الأمانة أنت خنت الأمانة، خنت أمانة المصوتين. لكن هذا النوع من المصوتين القافزين العارفين الشجعان الواعيين بمسؤولياتهم، واش عندنا بالعدد الكافي اللي يعطي برلمان خالي من اللصوص والخونة كما في ألمانيا وإسرائيل؟ وآملوا أن تقرأوا كثيرا أو قليلا عن الديمقراطية في تل أبيب وبيت لحم والقدس الغربية. صديقي المرحوم محمد طارق، أول منشط للأحد الرياضي، واشتهر بلقب الأخ طارق في منتصف الستينيات. نعرف الصورة أولا. في الوسط الزعيم الصغير الحسين الحياني، على يمين المرحوم المحجوب لاعب الفتح البريد الرباطي وهو مسجل هدف ضد إيطاليا للمغرب سنة 1967 في تونس برسم ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وعلى يساري صديقي وأخي وعزيزي وفقيدي الأخ طارق. السي محمد طارق الله يرحمه سافر إلى ألمانيا سنة 1960 في رحلة دراسية، وحاصل أن دعوا هو وباقي أعضاء الفوج إلى زيارة معامل المرسيدس في شتوتغارت، وهم مارون بحزام متحرك آلي يقوم بجمع شظايا المعادن من حديد ونحاس وألمنيوم التي تتساقط من الربوات تصنع الأبواب والسقوف وغيرها، ويذهب بها ويرميها في فران بئري، يعني غرق لتحت، فتذوب وتطرح من جديد صفائح لإعادة استغلالها. لما وقفوا على البئر أو أمام البئر صاح أحد أعضاء الوفد: سمعوني الله يجازيكم بخير. وقال بصوت مرتفع: تمنيت لو يلقى 1000 مغربي مثلي في هذا الفرن، عسانا نظفر بعقل ألماني واحد. يقول المفكر الراحل المهدي المنجرة، وبالمناسبة أشكر الصحيفة التي تقدم شذرات من فكره، يقول المهدي المنجرة: إن الثقة في السياسي وشرعية التمثيل تبخس أسهمها في العالم بأسره، وتحديدا في بلداننا، والديمقراطية المباشرة هي المطلوبة، حيث الشعب ينظم نفسه بدون واسطة وحسب أولوياته. والخلاصة أن مشاكلنا جذرية جدا ولم نلحظ أي تغيير حقيقي. ويردف المرحوم المنجرة: أسباب الفساد لا زالت قائمة في المعادلة السياسية داخليا، وخصوصا فيما بين السلطة والشعب. إذن علينا مجاراة الانتخابات من هذه الزاوية، زاوية اللي كيفهم اللي كيعرف، ماشي اللي غير اللي مجرور، كما هو ساري بين شعوب الدول الواعية بدورها السياسي. لكن للوصول إلى هذا المستوى من خصائص الآدمية المقدسة في هذا العصر ديال العلم وديال المعرفة، نحن في حاجة إلى أن نلقى في فران معنوي، ولا كما سميتوها يذيب الحجر والقدر بدوره اللي خلانا هكا،
لنقولب من جديد على غرار الألمان والجابون والشينوا واليهود. شكرا وإلى اللقاء.